اليوم رح حضر حلا الأوريو. شكله كتير مرتب وطعمته كتير طيبة ومكوناته بسيطة وطريقة تحضيره سهلة. خلونا نشوف سوا كيف رح حضره. أول شي عندي بسكوت أوريو، استخدمت 32 حبة، 8 باكيتات من الصغار اللي بيجي بكل باكيت 4 حبات. بطحنهم كتير منيح وبعدين بضيفلن 60 جرام من الزبدة الدايبة، بعدين بحركهم مع بعض لحتى يصيروا بهيدا الشكل. بعدين منجيب أي قالب متوفر عنا حتى لو بايركس، منحط البسكوت ومنبلش منرصه بإيدنا. رح ينرص معنا بكل سهولة. طبعا أنا طحنت الأوريو بالكريمة اللي فيه. منرصه بهيدا الشكل، نحاول إنه يكون متساوي. وهلأ منحضر الطبقة التانية. نص لتر من الحليب، ظرفين من الكريم كراميل، ومنحركن شوي على البارد وبعدين منشغل النار. نستمر بالتحريك لحتى يغلي عنا. بس بلش يغلي عنا بهيدا الشكل نطفي النار ومنشيله على جنب. وهلأ عندي 13 حبة من البسكوت الشاي السادة، علبة قشطة عبارة عن 160 جرام. وهلأ بضيف الخليط اللي حضرناه وبعدين بنعملهم بالخلاط ومنضيفهم على الطبقة الأولى. هلأ للطبقة الأخيرة كوب من المي، ظرف من الكريم كراميل، ملعقة نسكافيه كبيرة، ملعقتين سكر كبار، والظرف الكراميل اللي بيجي بقلب الكريم كراميل. ومنحركهم كتير منيح على البارد لحتى يدوب عند السكر. بعدين منشغل النار ومنستمر بالتحريك. لازم نستمر بالتحريك لحتى ما يلزق السكر عنا. ما رح ياخد أكتر من 3 دقايق وبلش بيغلي. هلأ بنطفي النار تحته بس بلش يغلي ومنشيله على جنب. هلأ رح زين بحبات الأوريو. أنا بدي أعملهم 6 قطع، فرح حط 6 حبات أوريو، فيكن تحطوا أقل أو أكتر. وهلأ بضيف الخليط شوي شوي، مش بمكان واحد مثل ما شايفين. وهلأ بنتركه لحتى يجمد بحرارة الغرفة تقريبا شي ربع ساعة. بعدين منغلفه ومندخله على البراد أقل شي ساعتين. طبعا كل ما ضل أكتر كل ما صار أطيب. بعد ساعتين أنا فتحته، رح فرجيكم التماسك تبعه. شكله بجنن. رح نضف الحواف وفرجيكم اياه. شايفين شكله شو مرتب. هلأ رح قطعه ل6 قطع بهيدا الشكل. لازم نمسح السكينة قبل ما نقطع لحتى ما يتخرب الوجه. شايفين شكله وشه مثل المراية عم يلمع. شكله كتير مرتب، رح يعجب ضيوفكن ويعجبكن. هلأ رح شيل معكن قطعة لحتى فرجيكن تماسكه من جوا. رح تشيلوها بكل سهولة. شايفين شكلها كتير مرتب متماسكة على بعضها. بتمنى تجربوها وتنال اعجابكن، والف صحة وعافية.